مخلياني مندهش من اللي عايزين يحطوها. عموما في كل الاحوال، يعني في كل الاحوال بعيد بعد الموضوع ده، طبعا الاكتر حاجه مثاره في الساعات الاخيره برضو قصه احمد مصطفى زيزو. النهارده في جلسه مع الزمالك مهمه جدا جدا جدا، على اثرها هيبان زيزو هيجدد ولا مش هيجدد. رغم كل الاقاويل اللي اتقالت في الساعات الاخيره ان النهارده في جلسه، وان الزمالك ألمح ان في عرض غير مسبوق لزيزو في تاريخ النادي، ويمكن يتقدم للعيب تاني يعني في مصر، وان ده هيبقى يعني يسير لي لعاب زيزو. الا ان في ناس جوه النادي اكدت لي انا شخصيا يعني انه مفيش اجتماع النهارده، وان زيزو اجازه واخد اجازه من بسير وراح يقضيها في مسقط راسه في المنيا. فكلام عكس اللي عمال يتردد ده، معناه اللي قالوا لي ان صدقوا معناه ان النهارده مفيش قعده ولا حاجه، وان الامور دي هتتأجل كالعادة. تعرف اخر الاسابيع كل شوية تأجل القعدة، تتأجل القعدة، لا الزمالك هيتفاوض، لا الزمالك هيخلص، لا مين هيدفع، لا مين مش هيدفع، لا ممدوح عباس هيدفع، لا فلان هيدفع، لا الزمالك بيجهز، لا الشيك جاهز، لا المقدم جاهز، لا بعتوا له ايميل بال80 مليون، لا كلام كتير قاعدين نسمعه في السكة دي كتير جدا، لكن مفيش اكشن ومفيش خطوه، مفيش جلسه اتعملت مع اللاعب حتى الان. لكن صفحه الزمالك النهارده حطت كده حاجات كده بتحتفل يعني بالزمالك وباحمد سيد زيزو وارقامه القياسيه اللي عملها، وعدد عدد الاهداف اللي جابها، وعدد الاهداف اللي صنعها، وكل الكلام ده مما اعتبره بعض جمهور الزمالك ان دي مناوشه او مناغشه، زي ما بيقولوا عايز تناغش حد يعني عايز تنكشه، يعني بينكشوا زيزو علشان خاطر يعني يفكروه، يقولوا له خد بالك انت هتبقى من اساطير النادي، وانك بتقرب لارقام مهمه جدا في تاريخ النادي، فما تخسرش ده وتروح النادي الاهلي. طبعا كل الكلام ده بيحصل في ظل تاكيدات وصلت لدرجه ان لعدم الشك في الاهلي ان اللعيب مضى وخلص خلاص في الاهلي، ان اللعيب مضى واموره انتهت خالص نهائيا في الاهلي، وانه الاهلي زيزو هيكون ضمن القايمه اللي هتشارك مع الاهلي في كاس العالم للانديه. طيب في انقسام في اداره الزمالك على قصه زيزو، وانا بقول لكم اهو تفاصيل واسرار. ايه الانقسام؟ ناس بتقول لك ان زيزو لو ما خلصش الاسبوع ده، وبعد الماتش بتاع بطل جنوب افريقيا الاسبوع ده ماتش العوده اللي هو يوم الاربعاء، يبقى يعني يتجمد، يتم تجميده لنهاية الموسم، وعايز يمشي. طبعا انت بتتكلم ان احنا داخلين دلوقتي على الثلث الاولاني من شهر 4، الموسم ينتهي في اخر مايو خلاص، يعني الشهر ونص هل هيبقى له تأثير سلبي على زيزو ولا لا؟ ده نص الناس، يعني الناس منقسمه، مجموعه من مجلس الاداره بيطالب بكده. لو زيزو يا باشا ما خلصش الاسبوع ده او خلال اسبوع، يقعد بقى في البيت او يتمرن بس وما يلعبش ويتجمد ويبقى قاعد على الدكه كده ما يعملش حاجه، زي ما الاهلي بيعمل في اكرم توفيق. وان كان لما بتزنق في اكرم الراجل كولر بيلعبه، لكن في الزمالك في ناس مش عايزاه يلعب نهائي، وفي ناس تانية في مجلس الاداره بتقول لك لا يلعب ونستفيد منه لاخر لحظه، خصوصا انه بياخد مرتب قد كده. بيزيزو مرتبه بيعدي 30 مليون في الفتره دي ولغايه نهايه الموسم. طب الشهر ونص دول او الشهرين دول من كام شهر؟ والموسم بادئ اصلا في شهر كام؟ يعني انت بتتكلم في الموسم كله على بعضه حوالي 8 شهور، لما تشيل منه شهرين يعني الربع تقريبا. الربع ده يعني يعمل قد ايه؟ في اذا كان بياخد 30 مليون يبقى الشهرين دول مثلا بمثابه 8 مليون، هياخد 8 مليون ومش زياده، يعني ياخد عقده كامل وهو في شهرين ما لعبهمش يعملوا 8 مليون جنيه في الموسم. ففي انقسام في القصه دي، بقى لك خلاص لو عايز يمشي واكسب، يعني اكسبه لغايه اخر دقيقه. ممكن تلعب تكسب بيه كونفدراليه، ممكن يكسبك كاس، ممكن يكسبك كاس رابطه، الله اعلم، لكن العب بيه لغايه النهايه. ممكن الاهلي يتعثر في الدوري والزمالك ياخد تاني يوصل دوري ابطال افريقيا. ده رايي وده رايي، وهنشوف الفتره الجايه ايه اللي هيحصل. النادي الاهلي سافر لموريتانيا النهارده ان شاء الله، مسافر لموريتانيا برئاسه السيد طارق قنديل عضو مجلس الاداره. الاهلي اتمرن، كولر عمل محاضرات وجاهز حاجات، وفي كلام ان طاهر محمد طاهر هيكون جاهز لهذه المباراه، وطاهر بيتمرن واموره مستتبه جدا وما عندوش اي مشاكل، ويسافر ويبقى موجود على دكه البدلاء او لا، هنشوف كولر هيعمل ايه. لكن طاهر من اللعيبه المجيده
في نفس الوقت يعني مع الطريقه اللي بيلعب بها كولر، ما اعرفش يبقى له مكان ولا لا. يعني النهارده كولر بيلعب باتنين رؤوس حربه، والجراديشار بيميل شويه ساعات ناحيه اليمين كجناح، وحتى حسين الشحات قاعد على الدكه، ودي حاجه غريبه جدا. يلعب ساعات بامام عاشور ناحيه الشمال، وينقل بن شرقي ناحيه اليمين، واتنين رؤوس حربه جراديشار وسام ابو علي، وحسين الشحات على الدكه. ساعات يلعب بجراديشار ساقط ناحيه اليمين كوينج، وسام ابو علي بيلعب فيرود، وبعدين يلعب ناحيه الشمال باشرف بن شرقي، عمال يلخبط. فحتى حسين الشحات ما بيشاركش بشكل اساسي، لكن طار من اللعيبه المجتهده قبل الاصابه، كان من افضل ان لم يكن افضل لعيب في مصر بصراحه يعني. فطار محمد طاهر راجع تاني من الاصابه، ودي حاجه الحقيقه مهمه جدا بالنسبه لي النادي الاهلي في هذه المباراة. وصباحكم دايما زي الفل.